السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أبناء وطننا الغالي داخل الوطن وخارجه، قناة الحقوق والناس هي قناة لمن لا قناة له. نعم، كنت قد سجلت خلال 5 أيام الأخيرة فيديو ويستبشر خيرا للمملكة المغربية الشريفة أنها ستكون بحول الله وقوته إمبراطورية عظمى بشمال إفريقيا. نعم إخواني أخواتي، وكنت قد شاركت هذا الفيديو في الفيسبوك، فتفاعل معي الأستاذ الدكتور مولاي حفيظ العلوي الحميدي في تفاعل مع قناة الحقوق والناس، حيث قال في تدوينته: شباب المغرب، حان وقت الفعل لا الانتظار. أيها المواطنات والمواطنون، أخواتي وإخواني شباب المغرب الأحرار، اليوم لا أخاطبكم بخطاب عادي، بل أخاطب فيكم الطاقة، الغضب، الأمل والطموح. نحن أمام لحظة فاصلة، لحظة لا يقبل لحظة لا تقبل الحياد ولا تحتمل الصمت. سنوات مرت ونفس الوعود تتكرر ونفس الوجوه تتبدل في الشكل، لكنها لا تتغير في الجوهر. أسألكم بكل صراحة: ماذا تغير؟ أين فرص الشغل؟ أين كرامة الشباب؟ أين الأمل الذي نستحقه؟ الجواب واضح، والواقع أبلغ من كل خطاب، لكن الحقيقة الأقوى أن المسؤولية ليست عليهم فقط، بل علينا أيضا. علينا نحن، لأننا بكل بساطة نغضب لكن لا نصوت، نحتج لكن لا نشارك، ننتقد لكن لا نترشح. وهنا تكمن المشكلة. إلى شباب زد، هذه رسالتي لكم: صوتكم في الشارع مهم، لكن صوتكم في صناديق الاقتراع أقوى. الاحتجاج يعبر، لكن التصويت يغير. الإضراب يلفت الانتباه، لكن المشاركة تصنع القرار. فلا تطالبوا بحقوقكم فقط، انتزعوها عبر المشاركة. السياسية ليست ناديا مغلقا وليست حكرا على أحد. هذا الوطن ليس ملكا للأحزاب ولا حكرا على نفس الوجوه. الدستور يمنحكم الحق، بل يمنحكم القوة. نعم، أنت الشاب الطموح الكفء، يمكنك أن تترشح، يمكنك أن تصل، يمكنك أن تغير بدون انتماء حزبي، بدون ولاءات ضيقة، فقط بإرادة صادقة وعمل حقيقي. تخيلوا معي ماذا سيحدث لو شارك الشباب بقوة. ماذا لو صوت كل شباب؟ ماذا لو ترشح كل كفء؟ ماذا لو دخلت طاقات جديدة إلى مواقع القرار؟ سيتغير كل شيء، لأن الشباب ليس أقلية، بل هو القوة الأكبر في هذا الوطن. لكن إن اخترتم العزوف فاختياركم واضح: أن يقرر غيركم مكانكم، أن يستمر نفس الواقع، أن تبقى نفس المشاكل ونفس الأعذار. لهذا أقول لكم بصوت عال: لا تتركوا أحدا يختار بدلا عنكم. لا تبيعوا أصواتكم بالصمت، لا تضيعوا فرصتكم بالتردد. اختاروا الكفاءة لا الشعارات، اختاروا النزاهة لا المصالح،
اختاروا من يخدمكم لا من يستعملكم، وإن لم تجدوا من يمثلكم كونوا أنتم من يمثل هذا الشعب. شباب المغرب، أنتم لستم جيل الانتظار، أنتم جيل التغيير، أنتم لستم جيل الشكوى، أنتم جيل القرار. لنفتح معا صفحة جديدة عنوانها الشباب في القيادة، الكفاءة في القرار، والكرامة في الواقع. التاريخ لن ينتظر أحدا، والوطن بحاجة إليكم الآن. اذهبوا وصوتوا، انهضوا وترشحوا، اصنعوا الفرق. المستقبل لا يمنح بل ينتزع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهى كلام الدكتور حميدي العلوي حفظه الله، طبعا لأنه أصاب الهدف بهذا الكلام الموزون، بهذا الكلام الذي يصل إلى قلوبنا، ينفذ إلى مسامعنا. نعم، أطربني حديث هذا الأستاذ، فالشباب هو ركيزة الأمة المغربية، وأنا مع هذا الطرح أزكيه وأقول لأخي حفيدي حفظك الله على هذا الكلام المنسجم مع المرحلة. نعم، المملكة المغربية في حاجة إلى التشبيب. كفانا من وجوه قديمة، كفانا من وجوه وخطابها الرت، كفانا من البوليميك السياسي. ولهذا نرجو أن يستنهض الشباب الياقظ من أجل المساهمة في الجبهة الوطنية.